السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. أخيرا ولله الحمد بشرى نحملها للسكان ديال المغرب بخصوص التساقطات المطرية من بعد واحد فترة ديال الجفاف اللي هي قاصحة بزاف اللي عشناها هاد الأواخر هادي. إذا الحمد لله واحد جوج ديال الجبهات ماطرة غيدخلوا للمغرب، وحدة غتدخل إن شاء الله نهار السبت كما غنشوفوا في هاد الخريطة التفاعلية، وحدة أخرى غتدخل إن شاء الله الرحمن الرحيم يوم الثلاثاء، اللي غيحملوا واحد تساقطات مطرية هامة جدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. نسأل الله الثبات. وهاد التوقعات إن شاء الله واخا أنها باقا بزاف ديال الثلاثة باقا بعاد، بخصوص ديال نهار الأحد فصدرت فيها يعني دورية لمديرية الأرصاد أكدت بأن إن شاء الله المغرب مقبل على تساقطات مطرية لسوء الحظ ما غتكونش عامة على مختلف يعني التراب الوطني، ولكن على الأقل الحمد لله بعض المناطق اللي هي معروفة مناطق فلاحية غتسقى إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا غنشوفوا هذا الأمر هذا من خلال هذه الخريطة التفاعلية. دونك عندي هنايا التوقعات أو الحالة الجوية اللي كاينة بالنسبة لليوم. تشوفوا أن الجو صافي مشمس مع هبوب بعض يعني الرياح اللي كاينين، بعض الجبهات اللي جاية من المحيط الأطلسي وبالتالي تعمل على تخفيض البرودة، ولكن في نفس الوقت كاين بعض المناطق اللي كتوصلها بعض الرياح ديال الشرقي اللي جايين من الصحراء، وبالتالي كنحسوا بالدفء في بعض المناطق الأخرى. بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله غيزيد الأمر يستمر فيما يخص يعني الاستقرار وارتفاع نسبي لدرجة الحرارة، مع التأكيد على أن هناك جبهة يعني مشكلة على مستوى المحيط الأطلسي تقترب من السواحل الغربية للمملكة. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم الوصول ديالها إذا كما كتشوف معايا هنايا، إذا بدات هذه الجبهة هذه اللي هي جبهة قوية، وكما كتشوف هي جبهة عاصفية، إذا فيها هاد العلامات هادو ديال البرق والعواصف الرعدية، وبالتالي فالتساقطات اللي غتعطيها إن شاء الله غتكون مهمة في مجموعة من المناطق. عندنا إذا الجبهة إن شاء الله الرحمن الرحيم غتبدا الدخول ديالها من خلال بعض الخلايا الغير مستقرة ابتداء من بعد الزوال ديال يوم السبت إن شاء الله الرحمن الرحيم، على يعني أن تلتحق يعني باقي يعني الجبهة ابتداء من يعني 8 ليلا. كما كتشوفوا هنايا مجموعة من المناطق الوسطى غتشهد إن شاء الله الرحمن الرحيم تساقطات اللي هي تساقطات قوية، وتساقطات اللي هي مهمة مصحوبة يعني عواصف رعدية اللي غتعطي يعني واحد زخات مطرية قوية. إذا بالنسبة ليوم الأحد إن شاء الله يزيد يستمر هذوك التساقطات في مجموعة من المناطق الأخرى، وكما كنشوفوا أن هناك تساقطات ثلجية على مناطق أو على مرتفعات جبال الأطلس الكبير وجزء من الأطلس المتوسط. إذا مباشرة إذا يوم الاثنين إن شاء الله ستعود الأجواء إلى الاستقرار مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة بفعل الكتل الهوائية الآتية من المحيط الأطلسي. يعني يوم الثلاثاء إن شاء الله كما كتشوفوا هذا هو اللي مهم بزاف، واحد الجبهة أخرى اللي هي إن شاء الله الرحمن الرحيم غتكون جبهة قوية جدا، غتزيد تقترب من الأجواء أو من السواحل الغربية للمملكة، وغتجيب معها تساقطات مطرية هنايا إذا هنايا ابتداء من يوم الثلاثاء إن شاء الله منتصف النهار غتبدا هذه الجبهة هذه أنها تلمس الجوانب أو السواحل الغربية للمملكة المغربية، دائما المناطق الوسطى بالإضافة إلى المناطق يعني الغربية غتعطي فيه واحد التساقطات مطرية قوية جدا. نسأل الله أنه إذا هنايا من بعد ابتداء يعني طيلة يوم الثلاثاء غتزيد الجبهة هذه تستمر في الدخول إلى مختلف المناطق ديال التراب الوطني فيما يخص يعني الجزء الشمالي للمملكة أو النصف يعني الشمالي. إذا يوم الأربعاء إن شاء الله يزيد هذه الجبهة هذه التساقطات أخرى في مختلف المناطق، مع تكون يعني بعض تساقطات المطر الثلجية على يعني الأطلس الكبير والأطلس المتوسط. يعني يوم الأربعاء غتستمر هذه الظاهرة هذه، إذا مجموعة من المناطق غتشهد تساقطات ولو أنها غتكون ضعيفة في هذا اليوم هذا. ثم ابتداء يوم الخميس إن شاء الله إذا 20 فبراير غتبدا الأمور في الاستقرار من جديد، في انتظار إن شاء الله الرحمن الرحيم أنه تلتحق جبهة أخرى بإذن الله. إذا هذو هما التوقعات اللي غيكونوا إن شاء الله في الأسبوع المقبل أو في نهاية هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع المقبل. إذا كنتمنى الله أن هذه التوقعات يعني تثبت، خاصة أننا حنا محتاجين هذه الشتاء هذه محتاجينها بزاف بزاف، خاصة في المناطق ديال سوس راه الجفاف في واحد المرحلة اللي هي خطيرة. نسأل الله يعني الرحمة.